المغاربة حلقوا للمنافسين عالزيرو اشتغلوا شمط في المناخير، بيفضلوا يشمطوه في مناخيره لحد ما تجيب جاز. شكلها كده ما فيهاش مصيف السنة دي بسببكم يا مغاربة. انا بقالي شهرين عايز اطلع مصيف، ما اناش عارف. كل ما انوي واقول كده خلاص هطلع لي يومين اصيف واظبط وابلبط لي يومين كده، ابص الاقي المغاربة بيقولوا لي رايح فين يا ابني؟ معانا مش هتعرف تتضير وراك، مش هتعرف تنام الليل. يعني يا دوب خلصنا من انجازات الفوتسال وصنفرة المنتخبات المغربية، دخلنا في انجازات منتخب السيدات ما شاء الله، والفوز التاريخي والتأهل التاريخي في المونديال. خلصنا من ده، قلت خلاص بقى ناخد ناخد لنا بقى فترة كده. اتفاجئت النهارده بانجازين خبطة واحدة، بسم الله ما شاء الله. المغرب بطلة افريقيا في ايه بقى يا صديقي؟ خد عندك في الملاكمة والكاراتيه. انا ما اخبيش عليكم، وعشان اكون صادق معاكم ما كنتش متابع البطولات دي للامانة. يعني احنا بنتابع كرة قدم، فوتسال هي برضو كرة قدم. كنا مشغولين بالعظمة بتاعت بوتشار، قلنا هنخلص برضو امين بوتشار ونطلع نصيف ونبلبط، لقينا زي ما بقول لكم كده. بس اللي عرفته ان المغاربة في البطولتين دول كانوا عاملين حاجات عجب، كانوا نازلين كالعادة الله ينور صنفرة في الأفارقة. يعني شوفوا سبحان الله، نخلص من الصنفرة هناك تبتدي هنا. المغاربة في البوكس اللي كانوا بيقابلوه كانوا بيخرشموا له مناخيره، وفي الكاراتيه اللي كانوا بيقابلوه كانوا بيصنفروا له ودانه. ايوه، ده الموضوع هنا كمان طلع كبير. ده انا سمعت العجب العجاب زي ما بقول لكم. بيقول لك اللي كان بيقابلهم في البوكس كانوا يشتغلوا شمط في المناخير، بيفضلوا يشمطوه في مناخيره لحد ما تجيب جاز. وبيقول لك في الكاراتيه كانوا مركزين على اهدافهم، كانوا مركزين على القفا. يعني وانت قدام اللاعب المغربي في الكاراتيه كده عمالين بقى بتلعبوا الحركات دي، الشلاليط والحاجات دي، تبص تلاقيه كده ومديك على قفاك، تتضير تبص تشوف ايه حصل، تبص تلاقي وعلى الناحية التانية. استنوا بقى خدوا الكبيرة. ده انا سمعت من كتر الصنفرة المغربية اللي عمالة بتحصل، كل اللي كان بيلاعب المغاربة حلق عالزيرو. المغاربة حلقوا للمنافسين عالزيرو ما عادش فيه شعر، ما عادش فيه شعر. اخوانا اللي كانوا بيلعبوهم ودانهم كانت بتصفر. مش هطول عليكم، ده اللي انا سمعته. انا ما كنتش متابع الالعاب، بس ده اللي انا سمعته. وما خفي كان اعظم. ده هتلاقي فيه بلاوي احنا لسه ما نعرفش بيها. المهم بقى، الف مبروك طبعا. انا طالع ابارك، يعني طالع يعني بطلين قاريين او بطولتين قاريتين في وقت واحد، وما اطلعش ابارك يبقى ما ينفعش يعني. فالف مبروك وبسم الله ما شاء الله. عشان بس انتوا بتخافوا من الحسد فانا مش المهم انا عايز اطلع صيف، عايز ابلبط يا اخوانا. انا عايز بقالي شهرين عايز ابلبط ومش عارف. عارفين يعني ايه ابلبط دي؟ لو عارفين معناها هتحسوا بيا، قولوا لي بقى لو عارفين معناها في التعليقات. ابلبط دي معناها ايه؟ اما اتحداكم بقى هتفهموا اللهجه بتاعتنا. بس خلي بالكم الحاجات دي من اللهجه الجوانيه قوي. اللي عارف معنى بلبط يعني ايه يكتب لي في التعليقات، واللي مش هيكتب يبقى مش عارف. بتهرب يا حلو. انا قلت قبل كده اقسم بالله مع المغاربه مش هتقدر تغمض عينيك، والبعض طلع وقال لي مش قوي كده يا عمنا. ليه يعني؟ اهو يا اخوي، اهو يا عم، اهو شوف بنفسك يا اخوي، بذمتك عارف حتى تبربش بعينيك؟ خليكم انتوا بس قاعدين على جنب كده عاملين زي الستات اللتاتة الندابة، مش عاجبكم حاجة وعمالين تندبوا وخلاص، جاتكم نيلة. عامة وبغض النظر عن اي حاجة، لازم كان نطلع ونبارك للمغاربة ونقول لهم الف مليون مبروك. وكالعادة يعني اللي فرحان للمغاربة يبارك لهم ويكتب رأيه في التعليقات، وبرضه يصنفر اللايك. مصنفرين كل حاجة. هتيجي على اللايف اللي في قناة كورة كاش على اليوتيوب، صنفروه بالمرة. يلا بالمرة كمان اللي لسه ما تابعناش يتابعنا، عشان ان شاء الله المغاربة جاي لهم حاجات كتير قوي. وطول ما هيجي حاجات كتير قوي هنطلع نتكلم قوي، ومادام هنطلع نتكلم قوي مش هنصيف في سنتنا، هنصيف ولا هنبلبط. عامة لو انت بتشوفنا على التيك توك وعايز تتابع معانا حلقات اكتر واقوى وباستمرار، رابط قناتنا على اليوتيوب كورة كاش هتبص تلاقيه تحت الصورة. اخبط ادخل تعالى.